مساء الفل على سمية الرعب. الكل عارف شروطنا قبل ما بنبتدي. الشرط الأول ما تنساش السماعة، والتاني تتأكد من إنك عامل اشتراكك المخيف واللايك المخيف. يلا نبدأ. اسمي ناصر، عندي 42 سنة، شغال في شركة صغيرة لتركيب الكاميرات المراقبة في القاهرة. اشتغلت في شقق وفي مولات وفي مصانع، لكن عمري ما كنت متخيل إن شغلانة عادية زي دي ممكن توديني حتة زي المشرحة. كان يوم خميس بالليل والدنيا بتمطر مطر خفيف. أنا كنت راجع من تركيب كاميرات في فيلا في المعادي وقلقان لأن تليفوني رن من المدير وقال لي: ناصر، بكرة الصبح عندك اوردر مهم في مشرحة مستشفى السلام القديمة، لازم تروح بنفسك. العميل عايز تركب كاميرات جوه المكان. ساعتها اتجمدت وقلت له: مشرحة يعني جوه يعني؟ قال لي وهو بيضحك: هو انت اول مرة تركب كاميرات في حتة فيها جثث ولا ايه؟ يا راجل خليك محترف. ضحكت ضحكة باهتة وقلت له: ماشي يا باشا ماشي، هروح، حاضر هروح. بس طول الليل ما نمتش. فكرة اني هدخل مشرحة حتى لو شغل كانت بتلف في دماغي زي شريط مكسور. كل شوية اتخيل اصوات تكسير عظم، صدى خطوات جوه قاعة باردة، وجثة بتتحرك لوحدها. بس ما كانش عندي خيار، الفلوس كانت ضايعة والايجار متأخر وانا محتاج الشغل ده. تاني يوم الصبح رحت المستشفى. مبنى قديم جدا، الحيطان مشققة والسقف واطي كأنه بيكتم النفس. استقبلني واحد لابس بلطو ابيض وشعره ابيض ومتعصب. لقيته بينادي عليا وبيقول لي: انت ناصر الفني؟ قلت له: ايوه يا دكتور انا. قال لي: المشرحة تحت، الكاميرات عايزينها تشتغل 24 ساعة، مفيش اعطال، في مشاكل بتحصل بالليل ومحتاجين نعرف السبب. سألته وانا بحاول اخفي رعشتي: مشاكل؟ يعني ايه مشاكل؟ يعني ايه يا دكتور؟ هو بصلي بنظرة غريبة اوي: حاجات مش ضروري تعرفها، ركب الكاميرات وامشي. نزلت السلم اللي بيودي للمشرحة. ريحة الفورمالين ضربت في وشي زي ضربة بوكس. الهوا هنا كان متجمد كأنك داخل تلاجة، نور بيجي من لمبات صفرة خفيفة، وكل حاجة حواليا باهتة. السقف والجدران والترابيزات اللي عليها الجثث متغطية بالملاية البيضة. قلبي كان بيدق، بس حاولت أكون طبيعي. فتحت الشنطة وطلعت العدة وبدأت أركب أول كاميرا في الركن. وأنا بشتغل سمعت صوت حاجة بتزيق ورايا، زي ترابيزة بتتحرك ببطء. لفيت بسرعة، الترابيزات كلها في مكانها. ضحكت، قلت لنفسي: يا عم ناصر ما تخافش، أكيد تهيؤات، يمكن رجلك خبطت في حاجة. كملت تركيب الكاميرا التانية وفجأة النور قطع. الدنيا بقت ضلمة كحل، وسمعت أنين خفيف، صوت طالع من آخر القاعة زي حد بيشهق أو بيتوجع. مسكت كشاف الموبايل ووجهته ناحية الصوت. مفيش حد، بس الملاية على الجثة اللي في الركن كانت بتتهز. جسمي كله أشعر. قربت شوية ورفعت الملاية بإيدي. إيدي كانت بتترعش وهي بترفع الملاية. الجثة كانت ثابتة بس عينيها مفتوحة. وقعت على الأرض من الرعب والكشاف طار من إيدي. الجثة كانت راجل عجوز، بشرته باهتة وشفايفه سودة، لكن اللي جنني إنه كان بيبصلي، عينه بتتحرك ببطء ناحية وشي. جريت على الباب وخبطته برجلي، بس الباب كان مقفول. فضلت أخبط وأصرخ: افتحوا يا ولاد الكلب، افتحوا! وبعد شوية الباب اتفتح فجأة، والدكتور أبو شعر أبيض اللي كان فوق اللي بصلي لقيته بيقول لي: مالك يا ناصر؟ شكلك وشك متغير، فيه ايه؟ قلت له: الجثة هناك فتحت عينيها. لقيته ابتسامة باردة وبيقول لي: طبيعي، ما الجهاز العصبي أحيانا بيتحرك بعد الوفاة، ارجع كمل شغلك وبلاش هبل. ساعتها قلت لنفسي: يمكن فعلا ده اللي بيحصل، أنا مش فاهم. رجعت أكمل وأنا بحاول أتماسك، لكن من جوايا كنت حاسس إن المكان ده مش طبيعي. وأكيد ما هو مشرحة.
خلصت اول كاميرتين وبدات اركب الكاميرا التالتة عند باب التلاجات المعدنية اللي بيتحفظ فيها الجثث. كل ما افتح الباب اشوف ضوء خافت طالع من جوه زي لمبة بتتحرك، بس ما كانش فيه لمبة هناك. وانا بشد السلك سمعت صوت حد بيناديني، ناصر. الصوت كان خشن ومبحوح. بصيت حواليا مفيش حد. رجعت اكمل شغل، انا اصلا مرعوب من جوايا. سمعت تاني، ناصر ما تسيبهمش يصورونا. سمعت ده العرق نزل من جبيني رغم البرد. الجو فجأة بقى خانق كأن المشرحة نفسها بتتنفس. فتحت باب التلاجة بالصدفة وكنت فاكرها فاضية، لكنها كانت مليانة جثث متكومة فوق بعض. واحدة فيهم كانت بتضحك. ضحكتها ما كانتش طبيعية، كأنها بتسخر مني. ميت بيضحك. ساعتها سمعت أصوات خطوات جاية من الممر، فخرجت بسرعة أشوف مين، بس الممر كان فاضي. بس في كاميرا قديمة فوق الباب شكلها شغال. بصيت فيها لثانية، حسيت إن في حد جوه الكاميرا بيبص لي. قلت خلاص أنا لازم أخلص بسرعة وأمشي من هنا. ركبت آخر كاميرا عند السقف وشغلت النظام المفروض الكاميرات تبتدي تسجل فورا. قعدت أراجع صور من الشاشة المحمولة اللي في شنطتي. صور كانت واضحة، الممر والترابيزات والجثث. لكن في الركن كان في ظل واقف. هو مش أنا ومش الدكتور، هو ظل طويل جدا وجسمه نحيف ووشه مش باين، واقف وباصص عليا من بعيد. حاولت أكبر الصورة وفجأة الكاميرا اتقلبت لوحدها ووجهت العدسة عليا، يعني بتسجلني أنا. الكهرباء قفلت تاني، وفي الضلمة سمعت نفس الصوت بيقول ورايا، صورهم يا ناصر، خلي الناس تعرف إن احنا لسه عايشين. جريت أفتح الباب لقيته مقفول بالترباس من بره. فضلت أخبط لحد ما إيدي اتجرحت. الصوت كان بيقرب وخطوات بطيئة. لما بصيت ورايا شفت الجثة اللي كانت مفتوحة عينيها واقفة وملفوفة بالملاية وبتتحرك ناحيتي بخطوات تقيلة. كل خطوة كانت بتصدر صوت. صرخت بأعلى صوتي ووقعت على الأرض، والجثة مدت إيديها ناحيتي، لكن قبل ما تلمسني كل حاجة اسودت. لما فتحت عيني كنت في أوضة بيضة نورها قوي قوي، حواليا ناس لابسة بلطو أبيض. قلت بخوف، فين أنا؟ فين؟ رد عليا صوت ست، انت في مستشفى العباسية يا ناصر. كنت في حالة هياج وبتصرخ، بتقول ان الجثث بتتحرك. ايوه بس دي حقيقة، انا شفتهم بيتكلموا والظل اللي كان واقف. الدكتور بص لي وقال لي بهدوء، ناصر المشرحة اللي بتقول عليها دي مقفولة من 2018 ومستخدمتش من وقتها. الشركة اللي بتقول انك شغال فيها بطلت نشاطها من سنين. ايه اللي انت بتقوله ده يا دكتور؟ زي ما سمعت يا ناصر. جسمي اتجمد. قلت له يعني ايه؟ انا كنت هناك بعيني، انا ركبت الكاميرات بنفسي. الدكتور شغل اللابتوب ووراني الفيديوهات اللي كانت في شنطتي في الكاميرا بتاعتي، وفعلا كانت بتسجل. بس المفاجأة ان اللي ظهر في الفيديو مفيش حد غيري. انا بلف في المشرحة لوحدي، انا اللي بكلم نفسي وبضحك وبجري، ومفيش جثث والمكان فاضي تماما ومفيش حد. وقتها حسيت ان الدنيا بتلف. سمعت اصوات همسة جايالي من بعيد، صورهم يا ناصر، هتسيبناش نختفي. الست الممرضة كانت بتكتب في الدفتر وهي بتبص لي بخوف، والدكتور قال بنبرة حزينة، كل ما بنهديه بيرجع يقول ان الجثث بتتحرك، واضح ان اتعرض لصدمة شديدة. قلت له بس انا متأكد، انا مش مجنون. وفي الليلة اللي قبل ما يجيبوني هنا وانا في زنزانتي النور قطع لحظة، ولما رجع شفت الكاميرا الصغيرة اللي فوق الباب شغالة، والظل واقف وراها وبيضحك، نفس الظل اللي كان في المشرحة. دلوقتي
أنا بقالي 3 شهور هنا في المستشفى، بياخدوني كل يوم جلسات تهدئة، بيقولوا إني بتحسن، بس كل ليلة الكاميرات اللي في السقف بتنور لوحدها، وأنا سامعهم بينادوني بنفس الصوت الخشن: صورهم يا ناصر، خلي الناس تعرف إن أنا لسه هنا.